مساكم الله بالخير. مثل ما قال والعرب قبل الرجال مخابر ما هي مناظر. هذا مارق بن عروج جوه 2 ضيوف دومية، يوم اخذوا واجبهم وطلعوا من عنده الحقوهم جماعة من ربعه وذبحوهم، ويقوم انت يا مارق ويذبح 7 محلهم، ويجلي عن العرب ويغير اسمه من مارق الى ريمان، ويصير عند العرب يشتغل بالحطب ومع الغنم. واحد من الفريس يضحك على مارق ويقول له بقصيده، يقول له هني قلب دالهن مثل ريمان، ما همه الا الخربطه والدوادي، ياكل ويشرب وجالس بين نسوان، متمركين ما بين الحطب والهوادي. اخذها بخاطره مارق ودارت الايام وتلاقه وياه بالبطين حد الايام، وبنات العرب بطرف البطين يسمعن وش قاعد يصير. ورد مارق بقصيده يقول عز الله انك بين ربعك وطربان، تجيب من بالك الحون الجدادي، مطب قلبك مثل مطب ريمان، جرحي اذا زادت لياليه زادي، ذبحت من لابتي 7 من الشجعان، ثار بحق الضيف خوف السوادي، وجليت عن ربعي والقلب وجلان، واصبحت مثل اللي تحس بالحدادي، ربعي بني لامع على الخيل فرسان، لطامة العايل نهار طرادي، من عقب ماني شيخهم وقت رضعان، دارت بي الدنيا على غير قادي، من عقب ماني مارق صرت ريمان، وانا سمي الموت سقم المعادي. اثر فيه وحده من البنات جالسه بطرف البطين تسمعهم، وقالت المارق رد الغنم يا عويج الساق، يضلع مدري هي هوات حربه ومن الله. ويجيهم رجل من ربعهم يقول غزو، وانت يا الفارس يهرب عن وجه الغزو، وهو يلحقه مارق وياخذ الفرس والسيف وينطح الغزو ويكسرهم ويرد الحلال. يوم انه رجع على البنت اخذت بخاطره الكلمه يوم قالت لها رد الغنم يا عويج الساق، ورد عليها بقصيده يقول يا بنت يلي غرها زين عشاق، وراه ما فكك لو به زين، تقول رد الظان يا عويج الساق، وانا حليم مسولعات السراحيل، يا ما ثنيت الساق من فوق الاوساق، واثني خلاف الربع والربع مقفيل. وهذا لقال ورجال مخابر ما هي مناظر. والسلام والتحية بعطر مني لكم يفوح.